السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فطير المشلتت. هنعمل بقى ميني فطير واللهم بارك طالع تحفة، وعاملينه بأقل كمية سمنة وكمان بدون فرد كتير. هي فرد مرة واحدة بس، مورق أكتر من 20 رق فوق بعضيه. واللهم بارك طري جدا بعد السوا. طريقته سهلة جدا، أنا عايزاكي تجربيه بس بعد ما تشوفي الخطوات كاملة لحد الآخر. يا ريت بقى لو أول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول بقى هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا النهاردة هعمل معاكم كيلو وعملته كمان 10 فطيرات وحجمهم بجد كان تحفة. ضفت بقى مع الدقيق كده نص معلقة ملح وقلبته كويس، وبعد كده ضفت معلقة سكر كبيرة في المية. وهقولك العجينة أخدت معايا مية قد ايه بالظبط. في الأول دوبت كده المية 200 جرام، والمية كانت دافية علشان تساعد في فرد الفطير. هننزل بقى بالمية واحدة واحدة، يعني أنا هنزل في الأول ب400 جرام وهخلي بقى 200 جرام جنبية هنزل بيها واحدة واحدة. مقدار المية بتاع الفطير على حسب الدقيق اللي انت بتعجنيه، بس انا النهاردة عاملة كيلو وهقولك هو اخد معايا مية قد ايه بالظبط علشان الناس اللي لسه مبتدئة تعرف تعجن العجينة وتظبطها. تعرفوا في اي معجنات هي اهم خطوة هي خطوة العجين. لو ظبطت معاكي العجينة النتيجة في الاخر هتطلع معاكي تحفة. انا نزلت بقى بالميه اللي جنبيه واحده واحده لحد ما الدقيق اختفى. بعد كده وقفت ميه وعجنت العجينه على اليابس، بس هي محتاجتش معايا ميه تاني غير ان انا كنت ببل ايدي ميه في الاخر واطري العجينه شويه شويه. تعرفي بقى لو في اي معجنات بتعجنيها وحطيتي طبق كده فيه ميه وبليتي ايدك في الميه وعجنتي العجينه، العجينه بتظبط معاكي بسرعه وكمان النتيجه بتطلع معاكي تحفه. احسن بقى ما انتي تطريها مره واحده، هتلاقي العجينه بتتقطع معاكي واتطرت جامد، وكمان هتغلبك جدا وانتي بتعجنيها. شايفين هي كده العجينه مش هتحتاج معايا ميه غير بقى ان انا هبل ايدي ميه واعجنها. عارفين بقى ان هي عجينه الفطير ما بتبقاش عجينه طريه قوي ولا بتبقى عجينة يابسة، بتبقى عجينة كده في الوسط. اهم حاجة بقى ان احنا نظبط العجينة وهتلاقي بقى بقية الخطوات كلها سهلة. انا نزلت بقى بالمية واحدة واحدة كده وطريتها، اللهم بارك العجينة كده طرية بس ما فيهاش تلزيق خالص. اخدت معايا مية قد ايه بقى؟ اخدت كده 450 جرام بالظبط، بس على حسب نوع الدقيق. في دقيق بقى بيشرب سوائل بيبقى ليه عرق قوي فبيشرب سوائل اكتر يعني، فانت تخلي بالك بقى من خطوة زي كده. انا بقى هقطع العجينه على طول مش هسيبها ترتاح، بس لو انت حابه تسيبيها ترتاح، هي كل ما عجينه الفطير هترتاح معاكي كل ما هتبقى سهله جدا في الفرد. انا عملت الكرة كده قد البرتقانه، عارفين البرتقانه كده؟ قد البرتقانه، يعني عملت الكيلو عملت 10 قطعات قد بعضيهم. اهم حاجه بقى ان انت تظبطي القطع، وكمان علشان الفطير بيبقى كله حجم واحد في الاخر. بعد ما قطعتهم كده غطيتهم بكيس علشان ما يعملش معايا طبقه ناشفه، وهشتغل فيهم على طول. جبت بقى اول كوره انا بدأت بيها علشان بتكون ارتاحت شويه، وهنفرد بالدقيق بقلي بقى كمية سمنة علشان الفرد كله هيكون معانا بالدقيق. وهنمسح بس سمنة بسيطة خالص، يعني العشر فطيرات ما خدوش معايا الا 60 جرام. اللهم بارك، يعني زي فطيرة واحدة بس. وكمان زي بتاع الافران، ما فيهوش اي سمنه وخفيف جدا، واللهم بارك الفطير كله ارتفع وكان تحفه ومورق اكتر من 20 رق فوق بعضيه. بفرده واحده بس عمل معايا 20 رق. هقولك بقى ازاي. هنفرد ونوسع العجينه ونخلي سمكها يكون شفاف يعني ما يكونش تخين قوي. هنعمل ايه بقى بعد ما فردناها وما فيهاش اي دقيق؟ هنيجي بقى بالفرشه كده ونمسح مسحه سمنه بسيطه خالص، على قد ما تقدري تقللي في السمنه قللي، وما تقلقيش الفطير كله هيورق معاكي وهيرتفع. انا هنا عامله سمنه على زيت، والسمنه في الشتاء بتجمد، لو جمدت معاكي هتقومي تسيحيها وتشتغلي بيها تاني. حطيت بقى سمنه على زيت علشان بس السمنه ما تجمدش معايا وانا بشتغل. انا عاملاه بسمنه عاديه خالص، لو انت حابه تعمليه بزبده او سمنه على زبده او سمنه على زيت، دي يرجع لك انت في الاخر. انا كده بقى بعد ما مسحت كده الفطيره يعني وما فيهاش حاجه خالص، جيت بالمسطره كده وقسمتها نصين وبعد كده قسمتها ارباع. هاتني بقى الطرفين كده على بعضيهم، وهطبق كده كل ربع كده وهدخله جوه الربع التاني. عارفين بقى طريقة النهاردة احسن طريقة تعملي بيها الفطير وهيورق معاكي وبقل كمية سمنة. زي ما عملنا الفطير الكبير عملناه بنفس الطريقة، يعني عملت الفطيرة ودخلتها كده 4 قطعات جوه بعضيها، فاحنا هنعمل برق واحد 4 قطعات جوه بعضيهم برضه. بعد ما طبقتها عملتها مربع، بشيل بقى المربع وبحطه على الفطيرة المفروطة وبتني عليه الطرفين. الطرفين بقى اللي انا هتنيهم كده مفهومش سمنة، هدهن بقى بالفرشة كده سمنة على خفيف، وبعد كده هتني الاطراف على بعضيها. انا هكمل بقى الفطيرة كلها
وبقيه الفطير كله هعمله بنفس الطريقه بالدقيق، يعني تفردي بالدقيق، ما تحاوليش ان انت تفردي بسمنه او بزيت، هيكون اسرع معاكي، بس في الاخر هتبقى الفطيره تقيله وما تقدريش تاكليها خالص وكلها سمنه. وزي ما قلت لك انا عملت 10 فطيرات ب60 جرام بس، علشان كنت بمسح بس كده بين الرق والرق التاني سمنه بسيطه خالص. واللهم بارك، الفطير ورق وارتفع في الفرن ونفخ، وهتشوفيه معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. انا كده مسحت بقى الصاج اللي انا هسوي فيه بالزيت، ومسحت الفطيره كمان بالزيت علشان وشها ما ينشفش معايا. وعملت بقى ال10 فطيرات بنفس الطريقه، هغطيهم بقى بالكيس وهخليهم ليه يرتاحوا شويه علشان يبقى سهلين في الفرد. تعالوا بقى لأهم خطوة علشان الفطير يرتفع معاكي وانتي بتسويه. ما ترققيش الحروف، يعني تجيبي من جوه كده وانت بتفردي لبره، وما تخليش الحروف معاكي خفيفة علشان ما تنشفش في السوا، والفطيرة كمان ترتفع. يعني خلي سمك الفطيرة يكون معاكي كده من الحروف تخين، هتجيبي من بره لجوه وتخلي الفطيرة كده سمكها مظبوط معاكي، ما ترققهاش قوي وما تخليهاش تخينة قوي. عملت كده، فردت ال9 فطيرات، والفطيرة التانية عملتها في صينية. قبل ما افرد الفطير انا شغلت الفرن يسخن، يعني الفرن بياخد 10 دقايق تسخين. اول ما بيسخن بنوطي بقى البلاطة وبنوطي الجنوب، واول ما بندخل بقى الفطير، هو الفرن كده سخن بس احنا موطيين النار خالص، بتلاقي بقى اول دقيقة الفطير ارتفع معاكي واللهم بارك، كله كده نفخ زي البالون. الفطير تعرفيه ان هو مورق واللهم بارك، هيطلع تحفة. ريحة الفطير بقى وهي بتستوي اللهم بارك، ريحة تحفة بجد. انا عايزاكي بقى تجربيه بس تمشي على نفس الخطوات. بجد احسن فطير هتعمليه ان انت تفرديه الاول على دقيق، ما تفرديش بسمنه خالص. بتلاقي بقى الفطيره في الاخر زي بتاع الافران، يعني مورقه وكمان ما فيهاش سمنه من جوه خالص. بعد كده بدير بقى الصاج كل شويه علشان بس يدينا لون موحد. ما عليتش النار خالص، النار زي ما هي. الفرن التسخين بس اول ما سخن عطى بقى لون جميل جدا، وكمان الفطيره مقرمشه من بره وطريه من جوه. ولو عايزاها بقى طريه، اول ما بتطلع من الفرن على طول هتغطيها بالكيس. بعد دقيقة واحدة بقى بتلاقي الفطير اتطرى من السخونة بتاع الكيس. وكمان لو عايزاه مقرمش مش هتغطيه بالكيس خالص، لو عايزاه بقى يضطر معاكي على طول اول ما بيطلع بتغطيه بالكيس ومن فوق الكيس فوطة. هتلاقي بقى الفطيرة اتطرت مفيش اي قرمشة، وكمان اللهم بارك بجد من جوه مورقة وطلع تحفة. واللي احلى من كده بكتير ان هو مفيهوش سمنة خالص، رقات رايقة جدا شفافة مفيهاش سمنة، بجد تحفة بخطوات سهلة جدا وبسيطة. بتمنى ان انت تجربيه بس تعمليه بنفس الخطوات. اتمنى بقى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناة، واستناني في فيديو جديد. السلام